السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مع شهيوة زينب. اليوم إن شاء الله غادي نوجدو غريبة كتجي هشيشة وزوينة في المذاق ديالها. خليكم مع الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للطريقة غادي ناخد هنايا 125 غرام ديال الزبدة. انا غادي نستعمل الهاشوار، ممكن تخدموها هكذا غير بيديكم في القصعة. كنزيد عليها كاس مع مرش ديال سنيدة، قبيصه نتاع الملحه. كنخدموا ديك الزبده مزيان مع سنيده، من بعد كنزيدو كاس مع مرش نتاع الزيت. هكذا في الهاشوار كتسهل علينا الخدمه. كنخدموا ديك الزيت مزيان. كنزيد نص معلقه صغيره نتاع القرفه، نص كاس نتاع الجنجلان. كنحمرو واحد شويه. عندي نص كاس نتاع الكاوكاو حتى هو حمرته وطحنته. كنخلط هاد المكونات حتى هما مزيان. كما كتشوفوا الخدمه في الهاشوار كتجي ساهله، وكتخدم ديك الزبده كتخدم حتى المكونات كيتخدموا مزيان. كنخويه هكذا دابا في اناء. غادي نزيد 2 خمارات وكنبدا كنجمع بالطحين. صافي كنبدا كنضيف الطحين شويه بشويه وانا كنخلط حتى كنتحصل على عجين رطبه. كنزيدو الطحين شويه بشويه وحنا كنجمعو. حتى كتجمع معنا العجين وكنتحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. بهذا الشكل هذا كتكون رطبه. دابا انا غادي ندوزو نكوروها. انا هنايا وزنت الحبات باش كنتحصلوا على غريبه كتجي فحال في الشكل ديالها في الوزن، كيجيو قد بعضياتهم. هنا الحبات درت فيهم 20 غرام. كنكوروها كنبسطوها واحد شويه. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. خرجت هنايا 2 لاطات. كندخلوها الفران كيكون سخون، كتكون العافيه الفوق حتى كتشقق. من بعد كنديروا لها العافيه من تحت باش كتحمر من تحت وكطيب. عاد عاوتاني كنديروا لها العافيه من فوق باش كتزيد كتحمر من فوق. وهذا هو الشكل ديالها. كتاخد داك اللوين ذهبي، يعني ما كنحمروهاش بزاف، هي كتذهب معنا شويه. كما كتشوفوا كتجي مشققه، المذاق ديالها كيجي زوين. المذاق ديال الجنجلان مع الكاوكاو مع القرفه كيجي زوين بزاف. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم الحلوه. كما شفتوا سهله، المقادير ديالها بسيطه وكتخرج معنا كميه لا باس بها. وكتجي هشيشه. غنقسم معكم وحيده تشوفوا كيفاش كتجي هشيشه.
وكانت هذه هي الوصفه ديالنا اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.